السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده ان شاء الله الفراخ المشوية بتتبيلة المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وهنعرف ازاي نعمل طحينة المطاعم السهلة البسيطة، وازاي نعملها بكميات كبيرة جدا ونوفر برضو وبطريقة سهلة، والطعم طبعا جميل جدا جدا. واعرفك ازاي تخلي الفحم يبقى جمر بسرعة رهيبة جدا وبأبسط طريقة، ولا تتعبي نفسك ولا أي حاجة من دي خالص. تعالي بقى نشوف القمر دوت احنا عملناه ازاي بكل سهولة، والأهم من كل ده الطعم والريحة اللي كانت تجنن. يا ريت لو وصلت معايا لحد هنا وما اشتركتش في قناة المتواضعة تنورنا بالاشتراك في القناة واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله، والقناة تكبر بكم بإذن الله. يلا نسمي الله ونجهز التتبيلة. أول حاجة تجيب الكبة بتاعتك يا قمر، وأول حاجة تعمليها طبعا هتحط البصل بتاعنا اهو. طبعا انت حابة تكتر البصل تقلل البصل براحتك خالص، هو أهم حاجة فترة النقع اللي انت هتحط فيها الفراخ أو التتبيلة اللي انت هتجهزيها بيها. تمام، بصل بقى بصلتين براحتك خالص. بعد كده ببدأ ان انا احط الفلفل اللي كان عندي، الفلفل اللي هو الحراق. طبعا انت لو عندك فلفل الوان او اللي هو الفلفل الحلو براحتك خالص بتحطي ده او ده اللي كان متوفر عندي. يبقى بصل فلفل طماطم. طبعا هتقولوا ما احنا عارفين كل الكلام ده، في ناس ما بتعرفش الكلام ده يا جماعه، وممكن انا اضيف لك حاجه انت تكوني مش واخده بالك منها. تمام كده، وتلات اربع فصوص كده من الثوم. خلاص كده. انا طبعا زودت الفلفل كمان لان حسيت ان الفلفل اللي انا حطاه قليل. وعصرة الليمون القمر بتاعتنا، طبعا معلقه ليمون بقى ايه محترمه كده. خلاص كده. طبعا انا ما عنديش عصاره عشان كده انا طولت في عصر الليمون ما علينا، نفرم بقى كل الحاجات القمر ديت وننعمها كويس جدا جدا. تمام كده. خلاص الخليط بتاعنا بقى جاهز اهو زي ما انت شايفه. هنبدا بقى ايه نضيف ليه البهارات بتاعتنا. البهارات اول حاجه بنضيفها عندنا هنا شويه فلفل اسمر كده حلوين، وشويه من الكمون المطحون، ورشه من الكزبره الناشفه. دي قبل الكزبره الناشفه دي البهارات السبعه يا جماعه، فانا حطيت لها حبه كويسين بتدي طعم وتست جميل جدا. البهارات السبع بتجيبها من عند العطار. تمام كده. يبقى حطينا فلفل اسمر كمون والبهارات السبعه والملح بتاعنا اهو. طبعا الملح بتاعك زي ما انت عايز. ومعلقتين ثلاثه كده من الزيت، زيت بقى طعام زيت زيتون براحتك خالص. هقلب كده شويه كده مع بعض. هنقلبهم بقى ايه كويس جدا جدا عشان لسه في اهم حاجه هنحطها، اللي هي السر بقى ايه بتاع الطعم بتاع المطاعم. ايه السر في الطعم المختلف عن عملنا احنا هنا في البيت؟ هنا انا جبت الفراخ بتاعتي اهي، غسلتها غسله كويسه جدا جدا، وببدا ان انا اشقها من الظهر اهو. السكينه بتاعتي طبعا تلمه. طبعا يا جماعه الفراخ المشويه بتجيبي فراخ تكون وسط، ما تجيبيش الفراخ الكبيره عشان ما تعذبكيش في التسويه، وعشان تستوي معاكي بسرعه جدا جدا. خلاص انا كسرتهم اهوت من الظهر او شقيتهم من الظهر. شوفوا بقى اهم حاجه بعمل فيها ايه.
طبعا انت لو عندك حاجه تقيله تبداي تكسري في الفراخ كده، وتبداي ايه، آه تفردي كده فيها. هما طبعا في المطاعم بيجيبوا حاجه كده عامله زي الشاكوش، بيبداوا يدقدقوا بيها على الفراخ عشان يفردوها ويرقوها شويه. تمام، او زي ما انت شايفه كده. انا عشان هي مش متوفره عندي، وطبعا الفراخ البيضاء طبعا اوريدي كده هي كده كده طريه، فبتتفرد معاك بسهوله جدا جدا. ولسه طبعا هغزغزها بالسكينه كمان عشان تشرب معايا الحشوه بتاعتها كويس جدا جدا. اهو شايفه الصدر التخين دوت كده، مش هسيبه كده، لازم هرقه عشان يستوي معايا بسرعه ويكون كويس وياخد من التتبيله بتاعتي ويبقى طعمه حلو. طبعا الصدر اهو انا شقيته شقه كبيره اهو. اهو كل ده عشان التتبيله بتاعتنا تخش في كل جزء في الفراخ بتاعتنا. طبعا افضل حاجه ان انت تتبلي الفراخ ليله كامله او لمده 24 ساعه. وده الجزء التاني برضو كنت عاملاه، ببدأ برضو ايه اغزغزه كده. خلاص بقى ايه نحط التتبيله بتاعتنا. طبعا التتبيله ديت كانت معموله لاكتر من فرخه. اهم حاجه بقى اهو السر بتاع المطاعم في الصويا صوص، ده مهم جدا جدا، وده سر المطاعم في الطعم المميز ليهم في شوي الفراخ. انا طبعا ايه زودت وكترت عشان اوصل للتيست المميز اللي بيعملوه في المطاعم. قلبي بقى كل الخليط ده مع بعض كويس خالص. ولو حابه تضيفي فراخ زي ما هضيفها تاني برضو معاها ضيفيها. التتبيله ما شاء الله جميله ومتكلفه، فهتلاقي طعم الفراخ معاكي كل قطعه في الفرخه نفس الطعم، وكل قطعه في الفرخه واخده نفس التتبيله اللي نفس طعم التتبيله اللي انت مجهزاها. خلاص كده نغطي عليها بقى ونسيبها في التلاجة بتاعتنا. تعالي بقى شوفي الفحم بقى احنا بنجهزه ازاي. بس يا ست الكل على عين البوتاجاز، هتحط لك قطعتين تلاتة على عين البوتاجاز، يا دوبك يحمرهم التلات قطع اربعة بتوعك دول اللي انت حطاهم. طبعا انا حطيت على كل العيون كمية اهو. لما القطع دي تحمر معاكي هي ديت اللي بتخلي لك الفحم يشتعل معاكي بسرعة. طبعا انا جبت صينية فرن وقمت مجهزة، حطيت عليها المشاوي اللي هو عفوا الطماطم والبصل والفلفل اللي بيبقى مشوي، وجهزت الشوايه بتاعتي وحطيت الفراخ اهي. وحطيت عليها تقل، لازم تحط تقل على الفراخ عشان اي دم فيها او اي عصاره تطلع معاكي. تمام كده. تاني حاجه مهمه، اوعي تخلي الشبكه قريبه قوي من الفحم عشان الفرخه بتاعتك ما تتحرقش منك بسرعه وما تكونش استوت من جوه. شايفه المسافه قد ايه بين الفراخ وبين الفحم اهو. بكل سهولة لما بتعملي الفحم على البوتاجاز بتلاقي الفحم كله يلقط من بعضه الحرارة وبيولع معاك بسرعة كبيرة جدا جدا. لا هتتعبي نفسك بقى ولا الدخنة تتعب لك صدرك ولا أي حاجة. وتاني حاجة لازم تغطي على الفراخ بورقة نايلون كده، أو عفوا ورقة فويل. وزي ما قلت لك تحط عليها أي حاجة تقيلة كده من فوق عشان أي عصارة تنزل معاك. خلاص شايفة بدأت تستوي معايا اهي. وكل شوية بتبدأي تقلبيها من الجنب على الجنب التاني اهو. تعالي بقى نشوف الطحينه بتاعتنا، طحينه المطاعم السهله جدا اللي ما هي السر ولا حاجه. السر كله يا ست الكل في العيش المبلول. اه والله زي ما اقول لك كده، العيش البيت عندك اللي انت ما اقول لك ايه اللي انت بترميه بتجيبيه وبتقومي حطاها في ميه. انا طبعا عشان كنت مستعجله حطيتها في ميه دافيه. طبعا انت لو مش مستعجله ولا حاجه بتحطها في ميه عاديه خالص خالص اهي اهو. هتقوم بايشه معايا بسرعه جدا عشان احطها في ميه دافيه اهو. خلاص كده. طبعا بعد ما بلاقيها باشت بقوم مصفيها من الميه بتاعتنا دي. ما بسيبش الميه ديت فيها، بسيب فيها يا دوبك حبه صغيرين على حسب سمك الطحينه اللي انا عايزاها. بعد كده لو احتجت بضيف ميه، بضيف عادي خالص خالص واحده واحده كده اهي. شفتي؟ خلاص كده. خلاص انا صفيتها من الميه بتاعتها.
بحط لها كده فصين توم مهروسين اهو، وتلات اربع خمس معالق كده من الطحينه. طبعا بقولك الدوي بتعملي كميه كبيره جدا، يعني انت لو تعملي كميه قليله يا دوبك بتحطي معلقتين بس طحينه على رغيفين العيش او شقتين العيش بتوعك، وطبعا عصره الليمون اهو. خلاص كده، وطبعا معلقه الخل بتضيفي معلقه خل، والملح بتاعنا، ورشه من الفلفل الاسمر، ورشه من الكمون، بس كده. وتبداي تفرميها بقى ايه، وده الخل اهو زي ما قلت لك. تبداي بقى ايه تفرميها بقى بالهاند بلندر، في الخلاط، في الكبه بتاعتك. تبداي بقى ايه تفرمي لحد ما تنعم معاكي، وكل العيش يتهرس مع الطحينه، وبتبقى طعم الطحينه ولا اروع ولا اجمل. عرفت بقى السر في ايه؟ بس مش معقول يا جماعه المطاعم هينهضم او يقدروا على كلفه الطحينه. الطحينه غاليه جدا جدا، فيعملوا ايه عشان يوفروا ويدبروا؟ فبيضيفوا العيش بتاعنا المبلول زي ما انت شايفه. طبعا العيش بلدي، عيش فين، وكله هيمشي معاكي، بس امشي بالخطوات واحده واحده، هتلاقيها طحينه زي العسل وزي القمر زي ما انت شايفاها كده. طبعا انا سبتها سميكه كده زي ما انت شايفاها. انت لو حابه تخفيها شويه بتزودها ميه وبس. اهو شايفه كانت زي العسل. خلاص نعمت معايا وبقت سلسه وجميله جدا اهي. وعيشيهم واعملي لهم مطعم في البيت يا ست الكل. اهو شوفي هتلاقي نفسك توفرتي ودبرتي. يعني لو انت عزماهم على وجبه زي ديت في المطعم، شوفي هتكلفك ايه. شايفه اهو. خلاص انا حطيتها في علب اللي هي ديت اللي بتشتري ديت اهي، العلب اللي هي البلاستيك بتاعت الحلويات والطحينه والحاجات دي، عشان اعيشهم الجو بتاع المطاعم. حتى الطماطم والفلفل والبصل اهو برضو حطيتها لهم في ورق فويل، اعيشهم بقى جو المطاعم بقى بصحيح. اهو شايفه. وجهزت السلطه بتاعتنا، والبصل مستوي وكان زي العسل. طبعا نقي البصل الصغير بتاعك، ما تنقيش البصل الكبير عشان ايه يستوي منك بسرعه. يا ريت بقى لو وصلت معايا لحد هنا وما اشتركتش في قناتي تنورني بالاشتراك في القناه واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت لو عجبكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.